في عالم الفن يا عزيزي قليل جدا لما تلاقي قصة نجاح ممزوجة بالألم بالشكل ده. قصة واحد اتولد وهو يتيم وبقى واحد أسطورة. تخيل معايا يا عزيزي طفل اتولد وبعد أيام قليلة جدا من ولادته أمه تموت، وبعد سنين قليلة أبوه وأخوه كمان يموتوا. الطفل ده كبر وبقى من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي، وأغانيه لحد دلوقتي بيسمعها الملايين. الطفل اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي هو عبد الحليم حافظ، أو زي ما الناس بتحب تسميه عندليب الأسمر. القصة دي مش بس عن مطرب كبير، بل قصة عن واحد بدأ حياته وهو خسران كل حاجة تقريبا، مع ذلك وصل لقلوب الملايين. الاسم اللي محدش يعرفه او مش كل الناس تعرفه ان هو مش اسمه الحقيقي عبد الحليم حافظ. اسمه الحقيقي هو عبد الحليم علي شبانة. اتولد سنة 1929 يوم 21 يونيو. كان من قرية الحلوات. في محافظة الشرقية. أمه توفت يوم 25 يونيو عام 1929، يعني بعد ولادته بحوالي 3 أو 4 أيام. وبعدها بثلاث سنين يعني سنة 1932 اتوفى والده علي شبانة. وفي نفس السنة تقريبا اتوفى اسماعيل أخوه الكبير، بس مفيش مصادر مؤكدة تقول إن هو توفى في نفس السنة. اتولى تربيته الحاج متولي عميشة بعد وفاة والده من عام 1932 لحد الأربعينيات. يعني كانت حياته بسيطة جدا، بس كان شغوف وبيحب الموسيقى جدا، وظهر ده بدري قوي. وكان تقريبا كده بيهرب بالموسيقى من حياته المؤلمة، وكان بيجرب أي آلة تيجي في إيده ويحاول يتقنها. بداية دراسته في سنة 1943 دخل المعهد العربي للموسيقى في القاهرة، وتخصص في آلة الأوبوة. وهناك عرف ناس مهمة وتقيلة جدا، واللي هما منهم محمد عبد الوهاب وكمال الطويل وحلمي بكر. يعني باختصار لف حوالين ايقونات الفن التقيل وقتها. ومصادري يا عزيزي على الكلام اللي انا بقوله ده هي مذكرات كمال الطويل وحوارات صحفية مشهورة، وده المصادر اللي انا جايب منه الكلام ده. بعد ما اتخرج عبد الحليم حافظ اشتغل مدرس موسيقى فترة بسيطة جدا، بس بعدها ساب التدريس. و يعني تخيل كده معايا يا عزيزي ان انت ترجع بالزمن وتروح درس موسيقى عادي، تلاقي اللي بيدرس لك عبد الحليم. هي فعلا هو كان مدرس موسيقى، بس هو فضل فترة قليلة جدا. والمطبات يا عزيزي ما بتسيبش عبد الحليم لحد دلوقتي. في سنة 1951 قدم أول حفلة ليه في الإذاعة المصرية، وغنى أغنية صفيلي مرة. طبعا الناس رفضت صوته رفض قاطع، عشان ما كانش زي السائد وقتها، وكانت الناس متعودة على صوت ورتم معين زي أم كلثوم. الناس كانت متعودة عليها في الوقت ده. طلبوا منه ينزل من على المسرح. طبعا أي حد غير عبد الحليم كان زمانه دلوقتي قفل أرشيفه وقال خلاص الكلام ده مش بتاعي. بس طبعا في نقطة حصلت ساعدته في الموضوع ده. ساعد عبد الحليم وقتها هو حافظ عبد الوهاب، ومن هنا أخذ اسم عبد الحليم حافظ. سنة 1953 غنى المرة التانية أغنية صفيني مرة، ونجحت المرة دي وعلمت بعد كده. وبدأ يغني أغاني عن الحب، حاجات بسيطة عن الحب قريب للشباب، وبدأ ينجح. من أشهر أغانيه في الفترة دي يا عزيزي هي على قد الشوق ونار وأنا لك على طول. والأغنية دي الصراحة لحد دلوقتي أنا بعشقها. والفرق يا عزيزي ما بين عبد الحليم وما بين باقي المغنيين في الفترة دي إن عبد الحليم كان كأنه بيتكلم حد أو بيتكلم الجمهور بشكل أبسط. يعني بالنسبة لي إن هو كان بيكلم الجمهور في أغانيه، مش زي باقي المغنيين اللي كانوا بيظهروا مواهبهم. عبد الحليم كان دايما بيغني عن الحب والحب واللي يتحب، ويحب اللي يحب ويحب اللي يتحب. بس حياته الشخصية كانت معقدة جدا. أشهر قصة حب حصلت
اشهر قصة حب حصلت معاها هي كانت مع سعاد حسني. في ناس بتقول ان هما كانوا متجوزين سر، وفي ناس بتقول لا، بس المصادر الاكيدة ان مفيش دليل قاطع على العلاقة دي، والمصادر هي تصريحات سعاد حسني والتحقيقات الصحفية. يا عزيزي، ان الدليل القاطع ان العلاقة دي اكيد كانت مليانة من المشاعر والاوجاع. كمان اتقال انه كان معجب بفاتن حمامة والشادية، لكن الحقيقة حليم كان دايما حاسس ان هو مش هيعيش على طول، فما كانش بيكمل في علاقة رومانسي، بس واقعي بطريقة سوداوية شوية. احيانا كده يا عزيزي، اكتر انسان بيتكلم عن الحب هو اقل انسان عايشه. المرض يا عزيزي، اتصاب عبد الحليم في الاربعينيات وهو صغير بمرض البلهارسيا، والمرض ده سبب له نزيف شديد وألم ووجع ودخول مستشفيات كتير وعمليات. عمل كذا مرة، راح مستشفيات كتير قوي لعمليات نقل دم. المرض البلهارسيا ده كان بيدمره تدريجيا، ورغم ده كله كان بيطلع على المسرح برضه يغني. يا عزيزي، الناس كانت بتسمع صوته وهو بيغني في كل مرة، وهو كان بيسمع وجعه المستمر من نزيف داخلي وتدمر تدريجي في الكلى. بعد ثورة 23 يونيو 1952 بقى هو صوت الثورة. الستينات والسبعينات بقى نمبر 1، منافس كبير لأم كلثوم. كان حفلاته كانت بتكسر الدنيا، والناس بتحفظ أغانيه عن ظهر قلب وكان في أغاني جامدة جدا وقتها، زي جانا الهوى وقارئة الفنجان اللي هي كانت آخر حفلة ليه قبل النهاية، زي الهوى. أغنية زي الهوى بقى جزء وجداني من الناس في الوقت ده. مارس عام 1977 سافر عبد الحليم حافظ للندن للعلاج من البلهارسيا، أو زي ما بيقولوا نقل دم. يوم 30 مارس عام 1977 وصل خبر وفاة عبد الحليم حافظ في لندن بعد مضاعفات البلهارسيا والمرض في والنزيف في الكبد. في ابريل عام 1977 جنازة عبد الحليم حافظ في شوارع القاهرة كانت من أكبر الجنازات في التاريخ، ومن شدة الازدحام كان في ناس ماتت في الجنازة، وده يوريك قد ايه عبد الحليم كان محبوب عند الناس. وشدة الحزن على عبد الحليم حافظ، مصر كلها كانت حزينة لدرجة كأنك تحس ان مصر كلها فقدت حد عزيز عليها. خاتمة يا عزيزي، عبد الحليم حافظ ما كانش مجرد مطرب، كان قصة إنسان بدأ من الصفر وخسر كل حاجة في الأول، لكن قرر يكسب نفسه في الآخر. يمكن حياته كانت قصيرة، بس أثرها لسه عايش النهاردة. اللي يبدأ وحش مش لازم ينتهي وحش. لو حليم استسلم في أول مرة طلع فيها على المسرح والناس قالت له انزل، كنا هنخسر أسطورة عظيمة. بس يا عزيزي